أوقاتكم دائما خير وسعادة وبركة إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. هنالك قول مأثور للإمام جعفر الصادق: لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة. القصة اللي معنا الآن هي من مصر، قصة صديقتين اختلفتا، رح نصالحهم إن شاء الله، ولكن أولا نستقبل صاحبة الدعوة، صاحبة المبادرة، هبة. أهلا بك هبة. أهلا وسهلا هبة. كيف ابنك؟ تمام الحمد لله. عندك ولد واحد ما شاء الله. فعلا. قديش صار عمره؟ 9 سنين. 9 سنين. شو اسمه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. شاطر بالمدرسة؟ كويس؟ الحمد لله تمام. كويس. هبة في عندها قصة مع صديقة إلها اسمها إيمان، راح بروي لكم القصة. أنت حاليا تشتغلي بمركز رعاية أطفال مصابين بالسرطان. بالضبط. وماشي الحال بالشغل؟ تمام الحمد لله. إذا هبة مع صديقتها إيمان في علاقة قوية. إيمان بتكون بنت أخ زوجة لهبة، ولكن هبة بعد فترة من الزواج خسرت زوجها الله يرحمه توفى، ترك لها الطفل عبد الرحمن الصغير. كانت دائما إيمان تطل عليها، تابع لها أمورها. الولد الصغير متعلق كثير بإيمان، إلى أن ذات يوم وهبة عندها مسؤولية، عندها مسؤولية تربية الطفل، مسؤوليته المالية وكل ما هنالك، حاولت أنه تحسن دخلها. لذلك فكرت أنه تفتح شركة بالتعاون مع شركة تانية طبعا بالخارج، بس شركة انترنت لحتى تزيد الدخل شوي. فتحت إيمان بالموضوع. إيمان تحمست، بس إيمان ما كانش معها فلوس. قامت إيمان استدانت وهي صغيرة، طبعا استدانت من أبوها 16,000 جنيه. بدأوا بالشركة، إنما للأسف أنه بعد بعض الوقت تعرضت هبة لنوع من مش سرقة ولكن يعني سرقوكي فينا نقول، خسرنا. المهم يعني انتهت الشركة، نصبوا عليها فينا نقول، نصبوا عليها، ضاعت الشركة، ضاعت فلوس هبة وضاعت فلوس إيمان. إيمان زعلت كثير، أخذ على خاطرها، خاصة إنه الفلوس استلمتهم من أبوها. حطت كل المسؤولية على هبة، حملتها كل المسؤولية وقالت إنه هبة هي اللي ورطتها وهي اللي بسببها خسرت الفلوس وضاع كل شيء. هلا من سنة ونص في قطيعة بين هبة وبين إيمان، ولكن هبة بتشعر بالمسؤولية وبتشعر أكثر إنه ابنها صغير عبد الرحمن بيطالبها بإيمان، بده يشوف إيمان، معلق بإيمان. صح ولا لا الرواية؟ أكيد طبعا. في شيء بتحب تضيفيه فيه؟ لا حضرتك قلت هيك صار؟ طيب شو مسألة الشركة هذه؟ اشرحي لي إياها، كيف صارت؟ الشركة دي تسويق شبكي. تسويق شبكي؟ بالظبط. انترنت يعني؟ انترنت. نعم. كل واحد بياخد يا دوبك منتج، بيبقى منتج يعني حاجة عينة بسيطة من الشركة، بس بدليل ان انت حضرتك دلوقتي بتكون اشتركت في الشركة وبتبقى مندوب فيها. طيب بس بتاخدي محل يعني وبتقعدي فيه وبتحطي فيه لا مش محل أجهزة. هو بيبقى مكتب تمثيلي على النت ليك، انت بتحصل على كود. بتاخد كود بحيث اللي يدخل بعد منك بيشترك بالكود بتاعك انت عشان خاطر تاخد. بس وين بتمارسي الشغل؟ بالبيت لا بالكمبيوتر. بالكمبيوتر. معتمد على القرايب، المعارف. انت بتشرح لهم الشغل بيبقى طبيعته كذا كذا كذا. الطبيعه ديت بتبقى عباره عن انا برشح وليكن ايمان، رشحت لها الشغل، تلاقي ايمان بتشتركي معايا، بتدفعي مبلغ كذا، بتجيبي حد بعد منك بيبقى لك نسبه. دي كانت طبيعه الشغل. قالت لي طيب ماشي، اتحمسنا مع بعض احنا الاثنين، دخلنا مع بعض اشتركنا. هي صراحه يعني حطت 16,000 جنيه. المشكله كلها ان هي كانت مستلفاهم من والدها. ما هذا اللي قلته انا. نعم. فعمل فجوه كبيره جدا. طيب. ما بينها وبين والدها. طيب صار في شريعه انت وياها، صار في خلاف، ما عاد في اتصال، حاولت شيء بهالفتره تتصلي فيها؟ اتصلت بيها كتير، ما كانتش بترد. حاولت بيها اتصال من تليفون تاني، مع الاسف قالت لي هبه ما تتصليش بيا. دي كان اكبر موقف بصراحه اثر فيا، عيطت كتير بعدها.
فحبيت ان انا اعمل اي شيء ان انا اصطلح معاها انت ووصلت ناس. ما يئستي يعني قلتي ممكن من خلال هالبرنامج مسامح كريم نقدر يا ريت يا رب ان نتصالح. شاء الله. ان شاء الله. على كل حال انت كلفتيني بنقل دعوه الى ايمان، انا نقلت الدعوه. بتصور وصلت الدعوه، بنشوف اذا كان ايمان قبلت هذه الدعوه. طلعي بالشاشه. اهلا جورج، مشوارنا النهارده في منطقه احدى عجائب الدنيا السبعه، الهرم، وبالتحديد في شارع ترسي، عشان نسلم الاستاذه ايمان ربيع دعوتنا. صباح الخير. صباح النور. استاذه ايمان؟ ايوه. حضرتك اسمك استاذه ايمان ايه؟ ايمان ربيع. حضرتك بتشتغلي ايه؟ مدرسة حضانة. حضرتك عندك اولاد؟ وعندي 3. طيب استاذه ايمان، دي دعوه حضور لبرنامج الاستاذ جورج القرداحي. حضرتك قبلتي الدعوه؟ بالفعل. واحنا في انتظارها. جورج، استاذه ايمان قبلت دعوتك واحنا في انتظارها ان شاء الله. ايمان استلمت الدعوه واكيد صارت خارج الاستوديو، بس بحب ذكر اللي ما تابعونا من الاول القصه هي بين هبه وايمان. هبه ست حاليا عم تشتغل في مركز او دور لمتابعه المصابين بمرض السرطان. بقى عندها طفل صغير صار عمره 9 سنوات اسمه عبد الرحمن، ولكن هبه فقدت زوجها باكرا، يتم الابن واضطرت تربيه. بوقت من الاوقات حاولت تزيد شويه دخل، قامت عملت شركه على الانترنت، يعني قصتها معقده شوي. دخلت معها ايمان بشراكه، ايمان دفعت 16,000 جنيه استلفتهم من ابوها، ولكن الشركه الام اللي اعطتها الامتياز لهبه حتى تشتغل نصبت عليها، وضاعوا فلوس ايمان وفلوس هبه، وضاعت هالشركه الصغيره، وصار في خلاف بين هبه وبين ايمان. ايمان حملت هبه كل المسؤوليه بضياع الفلوس. هلا بدنا نستقبل ايمان ونسمع اخبارها في قطيعه عمرها 1.5 سنة بين اثنين، بنحاول نصالحهم، ولكن بدنا نرحب سوا بايمان. اهلا بايمان. ازيك ايمان؟ تفضلي اهلا وسهلا. تشرفي، عادي واستريحي. ومالك؟ مفيش؟ متوترة شوي؟ شوية. شو الموضوع؟ قولي لي شو جابك لهون؟ مش عارفة، هم اتصلوا بيا وقال لي اعمل أنا؟ لا مش حضرتك. مين اتصل فيكي؟ حدا دعاكي تيجي لهون؟ طبعا. قالوا لي في وحدة تانية جاية، جيتي انت اسمك ايمان. ايه الموضوع؟ اهلا فيكي ايمان، انا دعوتك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا استاذ جورج. ايمان شو عم تعملي هلا؟ شو عم تشتغلي؟ مدرسة في حضانة. مدرسة حضانة. تعبوكي الاولاد؟ الاولاد الصغار بتعبوكي؟ طبعا. اشقية؟ والله. انت متزوجة؟ الحمد لله. وعندك اولاد؟ معايا 3. الله يخليهم ما شاء الله. اكيد عم تطلعي فيه وعم تقولي عايز مني ايه؟ ماله ده؟ دعاني عايز ايه؟ في عريس ناطرك. مش عايزة ايه؟ مش عايز. طيب الحقيقه مش انا دعوتك، في شخص تاني دعاكي، انما بواسطتي انا، بواسطه هالبرنامج، وانا بعثت البوسطجي لعندك ووصل لك الرساله، وشكرا لانك قبلتي الدعوه. مش عارفه شو الموضوع، بقى هي شجاعه منك. بس في شيء هيك بالشغل بالمدرسه، في شيء خلاف انت وحدا؟ في الشغل عندي؟ ابدا؟ لا. انت ما فيش خلاف مع حدا؟ لا. في الشغل ما عنديش مشاكل. خارج الشغل فيه؟ يعني مين؟ لازم احكي يعني؟
لا يعني انا نحن هون يعني بهذا الاستوديو صحيح انه في ناس كثير بس كلهم طرشان ما بيسمعوا. بقى فيك تحكي وتفضفض اللي بقلبك، يعني اذا في حدا زعجك جاي انت تشكي لي اياه هلا، انا ححصل لك حقوقك. هذا الهدف من البرنامج، حصل حقوق المظلومين. مين ظلمك؟ ظلموا فيه كتير. كثير ظلموكي؟ كتير. ليه بقى؟ يعني انت متساهله شوي جدا. انت قلبك طيب، حنونه، لازم تكوني شوي اقوى. على كل حال بدك تعرفي مين دعاكي، مش هيك؟ مين اللي طلب مني ادعيكي؟ يا ريت. بدك تطلعي بهالشاشه. هي دي اللي دعتني؟ عرفتيها؟ شو اسمها؟ اسمها هبة. في شيء اذا دعتك يعني في مانع تدعيكي؟ لو اعرفها ان هي اللي دعتني ما كنتش قبلت. ما بتجي؟ ما كنتش جيت ابدا. طيب هي العلاقه مقطوعه انت وياها؟ انت بتكوني بنت اخو زوجها الله يرحمه، مش هيك؟ جوزها يبقى ابن عمي. وعندها طفل اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن بيسأل عنك دائما. ما بعرف يعني في كان علاقة بينك وبين هالطفل؟ واكثر من اختي. لا بس علاقتك مع الطفل مع الولد ابن اخوك كانت علاقة مميزة يعني. على كل حال ايمان يعني تنشوف هلا هي بعثت لك رسالة رح بقرا لك اياها، اسمعيها اول شيء شو بتقول، بعدين بنحكم نشوف يعني اذا انت حابه انك تصالحيها، لانه هي اجت لهون امام الملايين حتى تعتذر منك وحتى تبرهن لك عن عاطفتها وعن محبتها، انه هي ما نستك لو برق سنه ونص، بس هي كانت عم بتحاول دائما انه تتصل فيكي. مره اتصلت فيكي رديتي عليها قلتي لا اقطعي خلاص انتهى بيننا، مش هيك؟ بتقول لك بهالرساله صديقتي بل اختي العزيزه ايمان، عام ونصف وانت ترفضين ان اصالحك رغم انك تعرفين ان ما بيننا اكبر من اي شيء، وان الذنب ليس ذنبي، وانني تاذيت كثيرا ليس فقط بسبب ضياع اموالنا لكن بسبب ضياع صداقتنا. يا إيمان، هل هانت العشرة عليك إلى هذا الحد؟ هل نسيت ابني اليتيم الذي لم يكن أحد يسأل عنه سواك؟ هل كان من السهل عليك أن تغضبي فتحرميني من سؤالك عني وعن ابني؟ عموما يا إيمان أنا لا أعفي نفسي من المسؤولية، أنا أيضا أخطأت وتسببت لك في ألم نفسي وخسارة مادية ومشاكل كثيرة كنت أنت في غنى عنها، ولهذا أنا هنا لكي أعتذر لك أمام جميع الناس، وأرجو أن تسامحيني وأن يسامحني والدك، وأن نعود مرة أخرى أصدقاء كما كنا، وتسألي عني وعن ابني مرة أخرى. حقك علي يا إيمان، ولو بإيدي كنت عوضتك عما خسرتيه، لكن أنت تعلمين أن العين بصيرة والإيد قصيرة، وكذلك العمر قصير يا إيمان، فهيا نتصالح والمسامح كريم. أنا بعتقد رسالة من القلب، يعني من قلبها كتبتها. هبة بتحبي تضيفي شيء على الرسالة تقولي لإيمان؟ مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إن احنا نرجع زي بعض زي ما طيب بس أنت أذيتيها، جرحت منك، بالإضافة إلى الأذية المعنوية انأذت ماديا، يعني 16,000 جنيه استدانتهم من أبوها راح، يعني أحرجتيها حتى مع أبوها. لا شو بدك تقولي لها؟ ما كانش قصدي، أنا كان قصدي
الخير ان احنا نبقى مع بعض في شركه تجمعنا مع بعض، والخير يعم عليا وعليها. ما كانش قصدي اي اذيه والله. سامحيني بجد يا ايمان، ما كانش قصدي. هو ما في شك ما كانش قصدك، لانه انت يعني حبيتي تعملي شيء يحسن دخلك ودخل ايمان، بس جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني للاسف. شو ايمان؟ انت بطبعك حقودي شيء؟ ابدا. بطبعك متسامحه؟ جدا. جدا؟ طب سنه ونص ما سمعتيها؟ عشان هي كذبت عليا. كذبت؟ اه. كيف كذبت؟ هي تقول بشو كذبتي عليها؟ احنا اتفقنا ان احنا نحاول نرجع جزء من الفلوس مع بعض. عملت محاولة واتصالات وكده ان احنا نحاول نرجع جزء، فوصلنا ان احنا ممكن نرجع 4000 جنيه بس فقط لكل واحد فينا. لكل واحد؟ اتصلت بيها قلت لها تعالي اقعدي معانا، احضري معانا القعدة. قالت لي مش هقدر. قلت لها حاضر. اتكلمت باسمها. جيت لما اتكلمت اسمها قالوا لي لا مالكيش دعوة بيها وما خليكي في نفسك. احنا هنتكلم معاها. قلت لهم طيب ماشي. وصلت معاهم لحل ان احنا ممكن ناخد جزء من الفلوس. قالوا لو اديناكي ما تقوليش ان احنا اديناكي في جزء من الفلوس ديت عشان مش هنعرف حد، ديت كانها حاجه لعبد الرحمن، ولو قلتي هنقول ما حصلش. كنت قصدت بنيه ان انا اخد جزء، ارجع جزء منها واعرف ايمان بعدها انا عملت كذا كذا وخدت خطوه ايجابيه كذا، اعملي انت زيي. مع الاسف هي عرفت قبل ما انا اقول لها الكلام ده ان انا قعدت معاهم. اخدتي فلوس؟ اخدت منهم 2000 جنيه فقط لا غير، وده يعتبر تعويض منهم هم، من اللي هم الشركاء وليس الشركه، يعني اللي هو. طيب ما هن وعدوكي ب 4000 ليش اعطوكي 2000؟ قالوا لان هو ده كان من جيبهم الخاص مش من الشركه، فقالوا اصبري شويه هنديكي جزء تاني بس بعد فتره. وقالوا ان هم هيدي ايمان برضو نفس المبلغ بس لسه شويه قدام شويه، فما كانوش عايزين يفتحوا على نفسهم مشاكل من جميع او البيبان. طب بس هن نصبوا عليكم ولا لا؟ طبعا. ما هم نصابين يعني؟ طبعا. يعني دفعوا لك 2000 وربحوكي جميله؟ لا طبعا. طيب وايمان شو صار فيها؟ ايمان هي بتحاول برضو، كانت بتحاول من ناحيه ثانيه، بس هي زعلت مني لان انا ما قلتلهاش من البدايه. طيب مظبوط هيك؟ مظبوط الكلام؟ كنت بتصل بيها واقول لها تقول لي لسه، مع ان هي قعدت معاهم وخدت الفلوس. انا ما زعلتش ان هي خدت الفلوس، زعلت ان هي كذبت عليا. طب انت وخبت بعدك عليا. ما اخذتي شيء؟ لا. وهو الشركه ما اتصلوا فيكي ولا حكوكي؟ طيب هي كذبت عليكي، وعندها عائلتها وعندها ابنها وعندها كذا يعني. أنا بعدين هي من رجعت من خسارتها 2000 جنيه. ماشي، كانت قالت لي مش كل ما اسالها تقول لي لا. صحيح، غلط، اعترفت بغلطها. والناس اللي قالوا لها ما تقوليش لايمان هم اللي قالوا لي ان هبه خدت فلوس. وانا اتصل بيها تقول لي لا ما خدتش. كذبتي عليها يا ايمان، كمان صار اعتذارك لازم يكون مضاعف. بدك تعتذري منها انك كذبتي عليها، وتعتذري منها ايضا انك خسرتيها فلوسها كمان. بعتذر لك انا من كل قلبي بجد، سامحيني. كيف بتحسي انها صادقه باعتذارها؟ انا لو اسمعها بس عشان خاطر عبد الرحمن، مش عشان خاطر هو. لا يعني بتصالحيها خلاص، يعني عشان خاطر عبد الرحمن وعشان خاطرها كمان، يعني هي عم تقول لك اجت امام الملايين تعتذر منك، تعترف بخطأها وتقول انه طلعت كذابه وكذبت عليكي، يعني مش سهله. فالمسامحه بدها تكون شامله، او بلاش يعني انه عشان خاطر فلان وعشان خاطري انا وعشان خاطر عبد الرحمن وعشان خاطر ابوكي. لا، بدك تسامحي، بده يكون فعلا قلب ابيض في سماح، ترجعوا تبنوا العلاقه من جديد. مستعده انت لهالشيء؟ مستعده؟ بدك تطلعي بهالستار وتقولي له افتح يا سمسم المسامح كريم. افتح يا سمسم المسامح كريم. مش صافيين.
مش صافية. خلاص مشي الحال. نرجع نشوف عبد الرحمن. ترجع الامور صفى شوي شوي. انا بعرف انك منفعله. ندمانه انك جيتي؟ لا؟ لا؟ هذا اهم شيء. يلا طيب، على كل حال ان شاء الله الله يديم الوفق وترجعوا سوا مع بعض، وشكرا على مجيئكم وعلى ثقتكم فينا اثنينكم. شكرا جدا. تفضلوا، الى اللقاء. شوفوا ان شاء الله بقصه جديده من المسامح كريم.